ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل. يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني. فيديو النهاردة بقى وصفة مصرية أصيلة، يعني طبعا كلكم أساتذة فيها. بط وبسلة ورز وشوربة، شوربة لسان عصفور. طبعا كلكم أساتذة طبعا، يعني أنا أتعلم منكم. بس أنا حبيت أشارككم الطريقة بتاعتي. أنا حطيت البصلة والبطاية والملح وخلاص كده سبتها تعيش حياتها بقى على النار، ونجهز بقية الأكل بقى. هنا كنت بحط الملح الأبيض، وبعديها بقى غلت غلوتين كده وحطيت ورق اللورا والحبهان. دلوقتي بقى انا هجهز الرز. هحمر، حطيت شوية زيت وشوية سمنة وهحمر الشعرية. وكان المفروض طبعا ان انا اجهز الصلصة الاول عشان هي بتاخد وقت. يعني ده العادي اللي انا بعمله، ان انا بعد ما بحط الحاجة تتسلق بقوم مجهزة الصلصة. ولو عندي في الفريزر بقى بطلعها على الحلة، وبعدين اعمل الرز والشعرية. بشوحه بقى كده عادي، وبحط وبغطيه وبحطه على جنب كده. واللسان عصفور برضو بحمره واحطه على جنب. عقبال بقى ايه وقت بقى ما الحاجة تتسلق، بقوم حاطة الشوربة عليها. الشعرية اهي لونها كده حلو، حطيت لها الرز ده انا غسلاه. انتوا هتلاحظوا ان الشعرية كتير شوية، هي مش كتير ولا حاجة، هي نص مقدار الرز. يعني بحب اعمله دايما نص مقدار الرز، يعني كوباية الرز ليها نص شعرية، كوبايتين الرز ليهم كوباية شعرية. بحسه كده احلى، مش عارفة ليه. بس والله طلع حلو جميل، يعني بعد ما استوى مش حاسة ان هو كتير. كان المفروض طبعا هتقولولي ان انا اعمل الصلصة الاول عشان هتاخد وقت اول ما تستوي. بس والله الراجل بتاع الخضار كلمته بس لسه ما جاش لحد دلوقتي، فقلت اعمل حاجة يعني بدل ما انا افضل قاعدة كده مش لاقي حاجة اعملها. اعمل الرز واشوحه واغطيه واحطه على جنب، واعمل اللسان عصفور يكون جابهم لي بقى. هحمر اللسان عصفور وهغطيه واحطه على جنب برضو عقبال ما الشوربة تبقى حلوة كده، اقدر اخد منها. لان طبعا أنا لسه حاطه البطايه، فالشوربه مش حلوه ان انا اخد منها، يعني لسه ما بقتش شوربه حلوه كده. انا طفيت وقلبت تقلبتين كده بعد ما طفيت علشان ما يتلسعش مني، لان انا لسه مش هزوده شوربه دلوقتي. فتديله تقلبتين كده وتنقليه على عين تانية، ما تبقاش العين السخنه. والبطه انا نيمتها على جنبها كده، لان الحله طلعت صغيره عليها شويه. وبعديها بنص ساعة قلبتها على الجنب التاني، هي خدت ساعة واحدة. البصل والطماطم الحمد لله جم بالسلامة بقى. فانا هعمل شوية حلوين واشيلهم عندي في الفريزر. حطيت سمنة، حطي بقى سمنة او زيت اللي انتي بتحبيه يعني. ودي الطماطم بس هي تخينة قوي قوي كده عشان دي مليانة بصل. حتى بصل كتير شوية، لان الشفشق التاني ما حطيتلوش بصل خالص، يعني حطيت كل كمية البصل في الشفشق الاولاني، فعشان كده هتحسوا ان هي تخينة قوي. دي بقى هي طماطم حلوة كده من غير اي حاجة. في الاخر هنقلب كله مع بعضه يعني، وكله هيتقلب في بعضه. كانت كمية البصل مناسبة لكمية الطماطم، يعني مش كتير قوي. وحطينا نص معلقة سكر، نص معلقة صغيرة كده تعادل الطعم وتبقى تدي طعم حلو. التفريزات دي بجد بتنفع قوي، يعني الصلصة دي اكتر حاجة بتنفعني في اي وقت. يلا على طول على الحلة. البطة استوت اهي، ورحت دهناها صلصة كده بفلفل اسود. والشوربة اللي لسان عصفور حطيت لها الشوربة بتاعتها، وهسيبها بقى تغلي كده وتستوي. اديتها تقليبة كده عشان تستوي مع بعضها وتبقى حلوة كده. بس هنبص بقى على الصلصة، استوت وبقت حلوة اهي، بقت متسبكة وجميلة. هشيل بقى منها الكمية، يعني هاخد الكمية اللي انا هطبخها. انا هعمل بسلة وجزر، فهاخد الكمية اللي انا هعمل بيها. والباقي بقى لما يبرد خالص، يبرد تماما، هحطه في الفريزر. طلعت كيس البسلة بقى من الفريزر. التفريزات بقى حلوة في ايه؟ ان انا لو مستعجلة، كيس طماطم عليه كيس بسلة او كيس بامية اي حاجة. يعني ما بفرشش غير بامية وبسلة بس، فبينفعوا قوي بصراحة. هو بصي هتغطيه كده وهو متجمد 5 دقايق هيفك. انا يا دوبك بس زودت الرز كده. انا هو اللي انا شوحته معاكم، هحط له مية مغلية وشوية ملح بس كده. عقبال ما عملت الحركة دي كده بس كانت البسلة خلاص فكت اصلا. هي ما بتكملش اقل من 5 دقايق كمان. عشان كده منجزة قوي التفريزات دي، كيس طماطم على كيس بسلة او على كيس بامية او
مثلا بانيه متبل جاهز على القلي او على الشوي او كده. الحاجات دي بتنجز قوي، يعني لو مالكيش نفس تقفي في المطبخ او مشغولة وراكي 100 حاجة، ف هتقولي بقى الاكل هياخد مني وقت وكده، لكن التفريزات دي بتخلي ان انتي في نص ساعة بالظبط تكوني عملتي كل حاجة، يعني في نص ساعة تطلعي احلى اكل. هشوف بقى البسلة كده فكت اهي، هديها تقليبة علشان الحبة اللي على الوش دول، وحطيت لها معلقتين شوربة، هي شوربة من بتاعة البطاية بقى، واديتها تقليبة كده وعلى نار هادية بقى براحتها خالص، احنا مش مستعجلين يعني اصلا لسه بدري على ميعاد الغدا، فعشان كده عملتها على نار هادية بقى. وانا بحب اعمل خضار على نار هادية، مش عارفة ليه بس بحب اعمله كده. وكمان شوية طبعا زودتها شوربة تاني، يعني مش هو بس كده، لا كمان شوية زودتها. الرز بصوا مفلفل وجميل وحلو اهو، يعني اتفضلوا بقى، يعني حلو قوي. انا مش بقلبه في الطبيعي، بس انا قلت اقلبه عشان اوريكم بقى ان كله مفلفل وجميل، مش اللي على الوش بس، لا كل الحلة. بس انا في العادي مش بقلبه يعني. والشوربة اهي بتغلي، اهي نروح نبص عليها استوت خلاص. والبسلة اهي جميلة ومش محتاجة شوربة ولا اي حاجة تاني، وحلوة اهي. اتفضلوا معانا والله. البطاية اتحمرت وجميلة، بس هي اتحمرت من ناحيتين والله، مش يعني الصدر التاني ده محمر، بس هو الإضاءة بقى. بسلة اهي والشوربة والرز اللي بشعرية، الإضاءة بس مطلعة البطة كده مش متحمرة من الناحية التانية، بس هي متحمرة. اتفضلوا معانا بقى، اشوفكم في فيديو جديد.